جماهير الاهلي دلوقتي عماله تدعي وتقول يا رب اجعل شباك الاهلي اضيق من فتحه الكوبايه وشباك ريال مدريد اوسع من ميدان الرمايه. زي ما توقعت امبارح في حلقه اليوتيوب تشكيل النادي الاهلي وان هو هيلعب بنفس خطه اوكلاند سيتي، بس كولر النهارده فاجئني. وهل مفاجاه ام مغامره باللي هو سحب حمدي فتحي ونزول قفشه بديل؟ فالله اعلم بقى يا باشا. انت ريال مدريد بتلعب ثلاثه في خط النص، يا جدعان انتوا بتعملوا ايه؟ النادي الاهلي يا باشا في اول 5 دقايق نازل بيهاجم والخطوط متقاربه حتى لما بيجي يدافع، لكن حسين الشحات في كل لمسه دلوقتي جات له لمستين بيعمل الاسيست غلط. ايه يا حسين مالك؟ بعت مصنع الغزل والنسيج ولا ايه؟ محمد شريف في الدقيقه 18 جات له كوره قدام الجون، بدل ما يبصيها لا قال لك بقول لك ايه انا هبقى شريف المكيف فعلا هروح الجون، انا لو جبت جون ريال مدريد هتاخدني، بدل ما يبصيها لعبد القادر والرجاله لا شاطها بره. ده انت جماهير الاهلي هتعمل من فخادك شاورما. هو في يا جدعان انتوا عملتوا سحر ولا ايه؟ الرجاله بتاعت ريال مدريد كل ما يجي لها كوره قدام الجون بيشوطوها بره خالص بعيد عن المرمى. كفو، عارف انا الخطه دي. يا نهار ابيض يا عبد المنعم، يا نهار. يا جدعان بقول لك الحاجه، الاهلي هيكسب بعد كره عبد المنعم دي. انا بقول لك الاهلي هيكسب ريال مدريد وتعالى قابلني. هو ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ هو الاهلي بقى الاهلي المكسيكي ولا ايه؟ ده محمد هاني عرض كره دلوقتي وضاعت. يا جدعان انتوا بتهاجموا، العب في ناس يا زلعه. باشا الاهلي هيكسب الماتش ده يا باشا. يا نهار ابيض يا رودريجو، ماذا أضعت يا رودريجو؟ ماذا أضعت؟ يا جدعان يا جدعان ده الحظ مع الأهلي. يا جدعان يا جدعان ده عمل، ده سحر صدقوني. هو في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ الاهلي عمال يباغد ريال ده نازل دعج مش رايح حسين الشحات. يا جدعان في ايه؟ طيب فهموني، مش كده يا رجاله. الواد حسين الشحات جات له كوره مع الواد كمانجا ده فاهمني، واحد لواحد راح رقصه، فرح هو بقى كده راح مضيعها. الهدف الاول لريال مدريد. انت بتعمل ايه يا متولي؟ انت بتعمل ايه؟ بقول لك ايه يا متولي، ده هيقسموا لك مرتباتك، ده مش هيدخلوك النادي تاني، دي غلطه تعملها قدام ريال مدريد. ديانج بدأ الغلطة في الجون الأول لريال مدريد وفكرني برباعيات محمود علاء الله يمسيه بالخير. في بدايه الشوط الثاني لازم الاهلي يعمل تغيير ويطلع قفشه، لان في حنيكه وحنكشه كتيره قوي بتطلع منه والسوليه مش في افضل حالاته، وينزل حمدي فتحي وبيرسي تاو وكهربا. الهدف الثاني لنادي ريال مدريد بعد تخاذل من دفاع النادي الاهلي وتالق وتصدي لكوره رودريجو من الشناوي، لكن ترجع تاني وتدخل جون. يا رجاله ما تخافوش، ثقوا فيا، الاهلي هيكسب الماتش ده. يا نهار ابيض يا حسين يا شحات، يا شحات بتعمل ايه يا شحات؟ يا شحات دي بوش رجلك يا شحات او بصيع. الراجل بيقول لك هات انا اهو بلعب معاك، انا مش ضدك. خروج ديانج وشريف ونزول حمدي فتحي وبيرسي تاو بدل ما يطلع لك قفشه والسوليه اللي مش في حالته. باشا للاسف الاهلي خسر الماتش ده. حسين الشحات لبس كمانجا ضربة جزاء. ده شغل مصريين يا باشا. شغل مصريين ده. معلول هيحط الزغلول، معلول هيحط الزغلول وجول. الهدف الاول للنادي الاهلي من علي معلول اللي حط الزغلول. باشا سيناريو الماتش رايح لجون قفشه في الدقيقه 88 45 ثانيه وقول دياب قال. قفشه ضيع جول. يعني هو عارف المفروض يعمل ايه في الكرة؟ يعمل لها كده وتدخل جوه. ضربة جزاء لريال مدريد بعد خطأ ساذج من السولية اللي انا طلبت ان هو يتبدل لان هو مش في حالته. باشا ضربة الجزاء دي يا باشا هتتصد يا باشا. عارف ليه؟ لان انا سمع صوت الجماهير من بره في القهاوي تمام بتفرح تمام، وانا النت عندي متأخر مش عشان انا بتوقع. وفعلا الشناوي صد الجورة، الشناوي شفتوا توقعاتي صح. باشا السيناريو اللي انا قلت عشان تعرف ان انا كلامي صح، الاهلي هيجيب جول في الدقايق الاخيره دي، ركز. طب انا مالي؟ طيب انا قلت الاهلي هو اللي هيجيب جول، الريال هي اللي جابت جون. طب انا اعمل ايه؟ انا اسف. طيب انا إيه؟ خلاص ما تعليش صوتك، ما تتعصبش يا عم، هو انا اللي بلعب؟
هو ايه اللي حصل؟ الريال جابت الجون الرابع، في ايه؟ إيه اللي حصل؟ انتهاء اللقاء بفوز ريال مدريد على النادي الاهلي 4-1. كان اداء مشرف للنادي الاهلي. هارد لك للنادي الاهلي وجماهيره. لعبتوا كويس جدا. قدرتوا ان انتوا تهاجموا ريال مدريد في كذا محاولة قبل كده، وقدرتوا ان انتوا تمسكوا كورة وتعبتوهم، بس للاسف برضو كان في تكاسل من قفشة والسولية وديانج ومتولي، اتسببت في كوارث. فهارد لك لجماهير الاهلي والنادي الاهلي، وما تزعلوش، لسه برضه هتلعبوا مع فلامينجو وان شاء الله تاخدوا المركز الثالث. وهارد لك.